كيف ويه تنك جننت رسمي خلاص، ضاعت الصدارة يا معلم. كابتن العانة، كابتن بلبل، كابتن لامين يامال اللي هياخدنا وهيخلينا نادي وضيع. اهلا بيك. بقالنا قد ايه بنحفل على مدريد وعمالين بنتكلم، ضاعت الصدارة، راحت. مع السلامة يا باشا. انا بقول لك اهو، مدريد بطل الدوري، شكرا. خلاص. تعال عشان نتكلم بس عنك كده، عشان في حاجات كتير انا قلتها قبل كده، ها محدش اتفق معايا فيها في المرة دي. تعالَ بقى أنا أقول لك بقى أنت إيه، أنا قُلت إيه على الواد ده قبل كده يا جدعان، قُلت إيه؟ أنت عيل بتاع نيك نيكول، العيّل اللي اسمه لامين يامال ده. طيب أنا قايل من بدري أوي، أو شُفت بُص، يعني شُفت، يعني أنا كنت قايل حاجة وشُفت بعديها تقرير واتأكدت من كلامي. أنا كنت قايل إن لامين يامال حاجة شخصية بقى شوية، يعني أنا باتكلم على النفسية. هو لامين يامال يا جماعة شطّب كورة. لامين يامال بسبب ده يعني جسمه أسباني أو مغربي أسباني، بس بعقل برازيلي. طبعًا كلنا عارفين ليه، لأن القدوة مين؟ نيمار. طب وأنت بتعمل إيه تعمل كل حاجة زي نيمار بالضبط. أنت يا باشا أنت جبت لك كام جون، جبت لك كام يورو، يعني جبت لك جون كام جون في اليورو، وجبت لك اليورو ومش عارف إيه، وأصغر لاعب ومش أصغر لاعب يوصل ومش عارف إيه، ونيكي نيكول. أنت بالمنظر ده مستني تبقى إيه يعني؟ هتعمل إيه في حياتك؟ هتعمل إيه في دوري أبطال أوروبا يعني؟ هتاخده مثلًا؟ لأ إحنا هناخده فعلًا، بس ناخد حاجة تانية. أنت لسه خسران ومضقور 4-0 من أتلتيكو مدريد. اتعلم من أخطائك، غيّر الخطة، غيّر الدفاع المتقدم، ما فيش فايدة. أديك بتخسر من جيرونا أهو. يعني أنت بتخسر من أي فريق فوق المتوسط مثلًا أو متوسط. هتعمل إيه في دوري أبطال أوروبا يا باشا؟ هتعمل إيه في البطولة اللي غايبة عننا بقى لها 10 سنين؟ شكرًا مع السلامة. امبارح خوان جارسيا يمكن هو الوحيد نقطة الأمل في الحياة، مع إنه في ماتش 4-0 كان هو من أول الغلطات اللي عملها إن هو الكورة عدت من تحت رجله، بس رجع النهارده وعمل برضه تغييرات كتيرة جدًا، بس النهارده كان كويس. كوندي، يا نهار أبيض على كوندي! كوندي ده أنا كنت تعبان منك يا شيخ وأنا بالعب بيك في الفيفا في career mode. أنت في اللعبة وِحِش، أنت في الحقيقة وِحِش، أنت في بيتك وِحِش، أنت في كل حاجة، في الشارع وِحِش، أنت في أي حتة وِحِش. أنا يا جماعة ما باقول أهو، أنا ما باحبش اللعيبة الفرنساويين والبرازيليين. ده الاتنين دول المنتخبين دول بيطلّعوا أكتر لعيبة مزاجية شُفتها في حياتي. كوندي بالنسبة لي نموذج، كان رافينيا قبل كده زمان، نيمار، رونالدينيو. طبعًا البرازيليين مش هاحتاج أتكلم عليهم يعني. الفرنساويين أنا ما باحبهمش بأمانة، يعني كلاعيبة لأ، صعب. كوبارسي ما بقاش موجود، ما بقاش تأثيره زي الأول. تحس إن كده كوبارسي مفتقد إنيجو مارتينيز، وإحنا مفتقدين إنيجو مارتينيز كان هو اللي إنيجو مارتينيز هو اللي كان بيعمل معاه يعني كيميا كده، كان بيخلّي يضبط الدفاع كده، بيضبط المصيدة حتى، يعني كان فيها أخطاء بس كان بيضبطها، وكان بيشجع كوبارسي، تحس إن هُم الاتنين زي بعض. لكن من بعد ما إنيجو مارتينيز مشي والدنيا خربت، وأكن كان هانز فليك فعلًا متضايق وكان حاسس إن هيحصل مشكلة يعني. إحنا محتاجين مدافع بأسرع وقت، ومحتاجين 2 كمان لعيبة هاقول لكم هو هنحطهم فين دلوقتي. وطبعًا كابتن جيرارد مارتن، يعني شوف كنا فين وبقينا فين، كان هو أكتر واحد بننتقده، دلوقتي هو يمكن بالنسبة لنا متوسط أداؤه ما بينزلش للضعيف، أو يعني مقبول يعني. فبصراحة شابوه كابتن جيرارد مارتن. عندنا كابتن بلدي عادي برضه نفس الكلام، نو دفاع. عندك فرينك دي يونج ساعات تحس إن هو يعني يأخذك من الظلمات إلى النور، وساعات تحس إن هو يعني بياخدك إلى الظلمات بس، تحت. فرينك دي يونج عنده مشكلة، عنده هو شاطر أوي في حتّة معيّنة، بس اللوحة ما بتكملش لوحدها. أنت مش هتبقى أنت لعيب جامد بإنّك بتطلع بالكورة، يعني مش هتبقى لعيب فشيخ أو كده بس إنّك بتطلع بالكورة حلو، أو عندك dribble سريع وبتعرف تحوِد بجسمك، عندك الdribbling كويس يعني والbalance كويس. لأ، في حاجات كتيرة ديونج محتاجة تشتغل عليها بصراحة. باتكلم عن فيرمين لوبيز اللي أنا قُلت عليه قبل كده زمان، هو بيعمل لك ماتش حلو أوي وماتش وحش أوي. بيني وبينكم باحس إن فيرمين لوبيز شخصيته لحد دلوقتي هو اللعيب بتاع الماتشات الصغيرة أو الماتشات اللي مضمونة. فيرمين لوبيز ده محتاج عشان خاطر يكمّل الماتش حلو يجيب لك جون في الأول ويتشجّع بقى، لكن غير كده شكرًا. لو دخل فينا جون أو حاجة يبدأ يتوتر وباقيين يتوتروا، وما عندوش ثبات يعني في الحتّة دي، ما عندوش يعني هتقولش صغير، هتقول لي صغير، هتقول لي مش عارف إيه، بس ماشي. كابتن رافينيا ما عنديش حاجة أقولها، بس سؤال بس معلش، أنت ليه سِبت الكورة بتاعة ضربة جزاء للمعفن التاني اللي اسمه لامين يامال ده؟ ليه بالله عليك؟
يعني أنت لو كنت ضيّعتها والله كنت تمام بالنسبة لي، يبقى أنت ضيّعت واحدة وهو ضيّع الانفرادة وشكرًا، لكن هو شال الليلة ده عبيط، أنا جاي له بس دلوقتي ثانية واحدة بس، هاخش في حتة لامين يامال دي عشان أنا بجد قرفت منه، جِبت آخري. المهاجمين بقى اللي أنا باقول كل مرّة كل فيديو فيران توريس وليفاندوفسكي مش هاقعد أعيد بقى نفس الكلام، فيران توريس وليفاندوفسكي 2 لعيبة سوالب، 2 لعيبة ضدنا مش لينا، محتاجين المركزين اللي كنت باقول عليهم من شوية، محتاجين 2 بني آدمين يلعبوا كورة، حمزة ده طلعه لي يا باشا من الرصيف وهات لي ألفاريز السنة الجاية شكرًا، وبيع ال2 دول وخُد بيهم مكانهم فلوس، ده كويس إن لو حد أصلًا دفع فيهم جنيه، فيعني لأ صعبين بصراحة وأنا ما بقيتش حاملهم إحنا محتاجين مهاجم يا جماعة. دي برضه حاجة من ضمن النقاط اللي بتخلّينا برضه مش يعني مش في مستوانا زي بقية الفرق، محتاجين مهاجم، هات أوسيمين يا عم، هات لي فلاهوفيتش، هات لي أي حد، بس مهاجم بني آدم بيلعب كورة، يعني كنت عمّال بيقول من شوية على فيرمين لوبيز حبّة فوق وحبّة تحت وماتش مش عارف إيه، دول الاتنين دول مش موجودين، مهما حصل مش موجودين، ما بيلعبوش كورة دول مش موجودين، خيال مآتة، فيران توريس مين يا عم اللي كل سنة تطلع تقول لي أنا هابقى شارك ومش baby shark ومش عارف إيه وما تقرفنيش بقى، وليفاندوفسكي يا عم أنت خلاص راجل ركبك بتزيّق من المشي، أنت عجزت خلاص فاللي هو ارحل أنت وهو. كابتن بلبل، كابتن لامين يامال، برشلونة لا جديد يُذكر في كل سنة يعني ما فيش حاجة جديدة بتتقدم، هو نفس خيبة الأمل كل مرة، أنت لسه خسران من كام يوم ضد أتلتيكو مدريد 4 ويعتبر الكاس يعتبر خرجت منه كده بنسبة 90% مثلًا، والنهارده جاي تخسر أو امبارح يعني جيت تخسر من جيرونا 2-1 وأنت عارف إن أنت كان أصلًا فرق بينك وبينهم قد كده، ما شاء الله يعني مدريد وبرشلونة السنة دي الاتنين خايبين. لمّا كان ده متصدر قعد ينزّل في نُقط لحد لمّا ده ركب عليه، ولمّا ده ركب عليه برضه قعد ينقّص في نُقط لحد لمّا ده رجع تاني ركب عليه، فإحنا الاتنين مع السلامة اللي عايز يمشي تمام، ما فيش حد فينا هيفلح في حاجة، بس البليد ضد البليد، ممكن البليد اللي هو ريال مدريد يكسب، إن هُم يعتبر ما كانوش متعشمين في حاجة ولقوا نفسهم الأول وأربيلوّا وعد وأوفى ومش عارف إيه وبتاع، فبنسبة كبيرة اللي هيحصل اللي هياخد الدوري خلاص كده بالنسبة لي، أنا شايف كده يعني. Y que fue ese tina y que fue 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 نادرًا لمّا تلاقي حد ناضج في السن بتاعه ده أصلًا فخلاص شكرًا باظ، باظ الواد بيلعب يا جدعان زمان زمان اللي هو من سنة مثلًا، السنة اللي فاتت مثلًا اللي هو كان لسه في قبل ما يلعب اليورو وبتاع، كان الواد بيلعب يعني كان بيلعب باين إن هو عايز ينزل يلعب كورة، أنا دلوقتي باحس إن لامين يامال كل ماتش بيستعرض، أكنه مثلًا يا حبيبي جايب 1000 جون في حياته مثلًا، اللي هو خلاص بقى، يا حبيبي أنت فوق لنفسك يا حبيبي، فوق لنفسك أنت وصلت ل50 مساهمة معانا يعني ما وصلتش ل1000 مساهمة يعني، سواريز في 6 سنين بجلالة قدره 6 سنين معانا بس، بقى تالت هدافين النادي التاريخيين بعد ميسي، وبعد واحد كمان كده، وكان عادي يعني، كان بني آدم طبيعي وما كانش مجنون كده. بس سواريز كان ساعتها كبير أنا فاهم، وأنت عيل صغير وطبيعي تتغر بقى بالفلوس بالشهرة وبالكلام عليك كتير وإن أنت بقيت محور الكون، يعني أنا لو قاعد قدامك والله هاقول لك الكلام ده، هاترجمه لك على Google translate بس يعني أنا لو شُفتك في الشارع مثلًا لو سافرت مثلًا أسبانيا وشُفتك في الشارع والله هاقول لك الكلام ده، هاقول لك معلش ممكن أقول لك حاجة وأكتب لك اللي أنا عايز أكتبه أو حتى أقوله لك الإنجليزي أي حاجة، بس عشان بجد يعني أنت صعب، بتعمل كل حاجة زي نيمار. أو زي العقلية البرازيلية عمومًا، يا باشا أنت لسه بادئ عليك اليمين، عشان تبقى ميسي رقم 10 اللي أنت واخده على ضهرك ده، محتاج استمرارية، استمرارية صعبة ولكن أنت ربنا كرمك في حتة إن أنت بقيت على وضعك وبقيت أساسي، مش لسه هتثبت نفسك بقى زي عيال الشباب اللي بيحاولوا، فيعني بتضيّع ده ليه من إيدك، ليه بتضيّع ده يا حبيبي؟ ده الجزء الشخصي اللي أنا شايفه في النفسية أو شخصية لامين يامال، الجزء بقى البدني اللي أنا شُفته التقرير يعني وكده، حوار العانة ومش العانة، العانة اللي جابت أجل لامين يامال، العانة اللي جابت أجلنا كلّنا، العانة اللي بيقولوا يعني إن هي بقت بتقلل إصابة العانة دي، بتاخد مدة كبيرة عشان ترجع واحتمال ما ترجعش تاني زي الأول، يعني بتخلّي رجليه أقصر، ما أعرفش إزاي رجليه أقصر، بس اللي هو ما بيعرفش يفتح رجله بارجل يعني زي زمان مثلًا، مش عارف إيه العلاقة يعني بس تمام. يعني بتخلّيه ما يعرفش يمِد يعني من الآخر هيبقى بطيء، مش هيعرف يرزع على الكورة عِدِل، والنهارده شُفنا ضربة الجزاء ما شاء الله عليه يعني بيعمل لي كده، شُط الكورة كده، أنا ما عنديش مانع إنها تيجي في العارضة، ما عنديش مانع تيجي في العارضة عادي ده حظ، بس التكنيك بتاعك مستفز يالا، التكنيك بتاعك مستفز،
ماتشات كورة عدل يلا. ايه دي؟ ايه دي بجد؟ والله العظيم ما نفسي اعرف ليه رافينيا ساب له ضربة الجزاء. هل مثلا بينافس على الهداف مثلا؟ ما علينا يعني. ما بقاش مش هيعرف ولا هيعرف يشوط زي الاول، اللي هو رجليه بقت قصيره مش عارف ايه. ده الكلام البدني اللي بيتقال، او يعني الكلام اللي هو ايه الطبي اللي بيتقال على حاله لامين يامال والكيس بتاعته دي يعني. فما اعرفش بقى، ما اعرفش بقى الدنيا رايحه بينا على فين. بس يبقى فرق بينك وبين ريال مدريد نقطتين. انت حتى في الماتش بتاع جيرونا ده ما كنتش تستاهل حتى التعادل، يعني النقطه ما كنتش انت تستاهلها اصلا. فانا شابوه لجيرونا ان تستاهلوا كل خير ومش هارد لك حتى لينا. فمش فارقه معايا بجد. فبجد الواحد ايه قرف وتعب. انت ضيعت الصداره منك ويا عالم هتعرف تجيبها تاني ولا لا. ده من اسوأ مواسم برشلونه من الدنيا. ارجوك كفايه، مفيش حد يعني يعملها. يا باشا انت هتلاعب باريس سان جيرمان هتتضقر، يا لهوي ده هتبقى حفله، هتبقى حفله. مش كفايه خسرت منهم في اول السيزون باللعيبه البودلة بتاعتهم، من غير بقى ديمبلي، من غير فيتينيا باين، وممكن من غير ناس كتير يعني. باركولا بس اللي كان بيلعب. فيعني خلاص كفايه بقى يعني. غيّر على قد إمكانياتك، مد رجليك، عشان أنت كده يعني ضايع. إحنا كده هنضيع يا كابتن. كده صعب والله العظيم يا جماعة. الحال مقرف، الحال مش مبشر بالخير خالص. قعدنا نقول لمّا خسرنا في الأول قعدنا نقول طب ما السعودية كسبت أرجنتين وهنبقى زيهم. إحنا عمالين بنتضرب من أي حد، أي حد معدّي بيحط علينا يا جماعة. الموضوع بقى ينرفز بجد والله العظيم أقسم بالله. يعني الدوري ضاع والكاس ضاع، فاضل لك إيه يعني؟ خدت السوبر يا أخويا، خدت السوبر، فرحان بالسوبر يعني؟ دوري أبطال أوروبا هيضيع برضه شكله كده، والله شكله هيضيع، ولا هناخد لا أخضر ولا يابس. وهنطلع من الموسم ده بسوبر كوبا. ألف شكر. وماذا بعد بقى؟ ولا حاجة. بين فرقة بتجيب كاس أصلا ما بتلعبش فيه غير ماتشين. تعبنا والله، تعبنا كتير كده كتير. فرقة تقعد تتكل على الله من النادي ونجيب اتنين مهاجمين وواحد مدافع لازم. ده الأوردر اللي احنا لازم نطلبه. كابتن لامين يامال لازم يكون ليه منافس. هتشوف لك بقى حد من لاماسيا، شوف لك بقى بردغي ده هيبقى كويس ولا لأ. بس لازم يحس إن في خطر عشان يرجع تاني زي الأول، عشان هو ضامن نفسه وضامن حياته. أنا خلاص بقيت ده أنا كفويه. أنا كفوه جدًا يعني، اللي هو أنا ما حدش هياخد مكاني. فلازم إيه حد ييجي بقى كده ينافس معاه عشان يفوقه. بس وأما نشوف يعني في أمل في الدوري والّا خلاص كده راح. أنا أعتقد إن هو ريال مدريد هو بطل الدوري الأسباني السنة دي رسميًا بالنسبة لنا. فقولوا لي أنتم رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي أنتم شايفين الدنيا داخلة على إيه، وهنعمل فعلًا ريمونتادا ونرجع في الدوري والّا خلاص كده، والّا ودوري أبطال أوروبا هنرجع فيه والّا لأ، والّا هيبقى الموسم ده بس خدنا فيه السوبر كوبا. قولوا لي رأيك في الكومنتات، وأشوفكم الحلقة الجاية. طاقم فني، باحبكم، باي باي.